انا بحب المانيا قوي، يعني شايفها دوله جميله وادتني فرص كتير ما كنتش هاخدها في دول كتير في العالم. بس في معضله كبيره اسمها مكتب الاجانب. مكتب الاجانب يا جماعه كارثه من كوارث الزمن. وفي ثلاث انواع لمكتب الاجانب. اول نوع انا بسميه المكتب الطيب. ده غالبا هتلاقيه في المدن الصغيره، غالبا في شرق المانيا، ما فيهاش اجانب كتير. المكتب ده ظريف جدا، يعني اما انا كنت في لايبسش مثلا بينطبق عليها كل الشروط دي. كانت الاقامه بتاعتي تخلص في شهر 11. شهر 9 مكتب الاجانب كلمني. شهر 9 هم اللي كلموني، قالوا لي عندنا ميعاد يوم كذا الساعه كذا، لو فاضي اكد علينا، لو مش فاضي اقترح علينا 3 ايام تانية في الحدود دي عشان نجدد الاقامه. تاني مكتب الاجانب هو اللي كلمني عشان نعمل الميعاد. وبعد بقى ما تحجز الميعاد وتروح بقى عشان تجدد الاقامه، ممكن تروح هناك مثلا بنص الحساب بس، قول مثلا 5000 يورو. الدنيا تمام وبتمشي. وممكن مش بس يجددوا لك، ده ممكن يجددوا لك اكتر من سنه، ممكن يجددوا لك سنتين مثلا، عادي، مفيش مشاكل. وفي بقى يعني نظريات كتير واسباب كتير ليه الدنيا حلوه كده. غالبا في المدن اللي زي كده، النظريه اللي انا شايفها صح بتميك سنس بالنسبه لي، هي ان المدن في المانيا بتتحط في كاتيجوريز على حسب بقى حجم المدينه وعدد السكان والقصص دي كلها. وعلى حسب الكاتيجوري دي المدينه بتاخد فلوس من الدوله. تمام كده. دولة تجمع ضرائب من الناس، وعلى حسب المدينة بقى في انهي كاتيجوري بتديها بادجت عشان المدينة تصرف على نفسها. ففي المدن دي عايزة فلوس اكتر. ففي مثلا في مدينة لايبسش كمثال، انا كنت هناك وشفت الحاجة دي بعيني. في كاتيجوري بيبتدي من 500 الف نسمة. تمام كده، المدينة فيها اكتر من 500 الف بني ادم بتتحط في كاتيجوري معين. جميل قوي. في سنة اعتقد 2017 18 في الحتة دي ساعة ما سافرت، كانت لايبسش فيها حوالي 510 520 الف نسمة. تمام، يعني شوية ناس بس هتمشي وتنزل للكاتيجوري اللي تحتها. الكاتيجوري اللي تحتها ده بادجت اقل وفلوس اقل للمدينة وهكذا. فالمدينة بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تحافظ على عدد السكان بتاعها، لدرجة ان قالت لك لو عملت اميلدونج او تسجيل رسمي في المدينة دي وبقيت ساكن رسمي في مدينة لايبسش بتاخد 150 يورو على الحساب بتاعك. وحصلت معايا، وفعلا اتحول لي 150 يورو من غير ضرايب من غير اي حاجه على الاكونت بتاعي، بس عشان انا سجلت هناك. فمن الاخر مفيش اجانب كتير في المدن دي، والمدينه بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تحافظ على الاجانب دول. ليه بقى مفيش اجانب في المدن دي؟ ده السبب. تمام، يعني مش صدفه. المدن دي غالبا زي ما قلت فقيره، ما فيهاش شغل كتير، مش مدن صناعيه في الشرق، فغالبا مش احسن حاجه، عنصريه زياده، القصص دي كلها. فالمفروض تعمله ان انت تدور على مدينه في الغرب. ده بقى ينقلنا للنوعين التانيين من مكتب الاجانب. مكتب الاجانب متوسط، في مدينه متوسطه، بيرازي فيك ويقرفك شويه بس بتعدي. مثال كويس يعني، هو المدينه التانيه بقى اللي انا كنت فيها، مدينه اخن. مدينه اخن فيها مكتب اجانب، فيها مبنى كده تقدر تروح له، تقول طلباتك، عايز حاجتك، عندك استفسار، عايز تحجز ميعاد، كل الكلام ده في مبنى تقدر تروحه وتعمل كل ده. المشكله هنا بقى ان هو بيحترمش وقتك. وقتك ده يا معلم ملوش لازمه قوي. يعني الحاجات اللي انا بحبها وبحترمها قوي في امانيا انها بتحترم الوقت بتاع البني ادم. يعني غالبا لو رايح مشوار بنكي مش عارف ايه عايز تخلص حاجه، غالبا الدنيا بتمشي بسرعه. هو نص ساعه ساعه وتقلب الدنيا. مفيش بقى حاجه انك تضيع نص يومك او يومك كله في مشوار زي ما بيحصل في اماكن تانية. بحترم قوي النقطه دي في المانيا. يعني في اغلب المنظمات والحاجات الحكوميه والكلام ده، يعني مش كل حاجه طبعا، بس الى حد ما بيعملوا جود جوب في الحوار ده. مكتب الاجانب بقى يا معلم، تروح هناك اسحب ورقه واقعد. هتقعد قد ايه بقى؟ اقعد، ما فيهاش. ممكن بقى تسحب رقم تلاقي قدامك مثلا 90 بني ادم قبليك، عادي، مفيش غير مثلا موظفين 3 بالكتير هم اللي بيخلصوا الناس دي. الواحد بيقعد مثلا 5 دقايق، تلاقي نفسك قاعد 3 ساعات 4 ساعات مستني، محدش مهتم. فدي حاجة يعني بكرهها قوي. حاجة يعني يوم مكتب الأجانب ده يوم مزعج. تمام، ممكن يكون انت بقى في الآخر عندك استفسار بسيط، تمام، هتاخد إجابة وتمشي في دقيقتين، تستنى عليهم 4 ساعات. المهم، جبت يا معلم الميعاد، تمام، ورايح عشان تجدد الإقامة، ورحت بنص الحساب برضه، تمام، 5000 يورو مثلا. يقول لك لا لا لا، 5000 يورو ايه يا معلم؟ ما انت تعيش ازاي؟ مش هيكفي الكلام ده. زودوا شويه، وصلوا لنا مثلا 7 8 3 ارباع الحساب اقل حاجه.
عشان نجدد لك. تمام، خد فيكتيون اهي او اقامه مؤقته 3 شهور، دلع نفسك كده، زود الحساب وابقى تعالى تاني. جميل. لو كنت بقى ما رحتش بخمسه، كنت رحت اصلا بسبعه او تمانية من الاول كده، فانت تتوقع ان الحوار هيمشي. لا، ما بيمشيش. سبعة تمانية ايه؟ مش كفاية، لازم تكمل الحساب كله. حساب دلوقتي مش عارف 10000 11000، حطهم كلهم. تمام، عشان نضمن ان انت السنة اللي جاية دي كلها تقدر تصرف عن نفسك. رحت بالفلوس كاملة، وده حصلت معايا يعني، أنا مش ببالغ، الحوار ده حصل معايا. رحت عشان اجدد الاقامة ومعايا حساب البنكي فيه اكتر من اللي هم طالبينه بتاع 1000 يورو ولا حاجة، يعني في كل اللي هم طالبينه وزيادة. تمام. موظفة جات لي كده، قالت لي هو الحساب البنكي ده مقفول؟ قلت لها لا والله مش مقفول. هنقفله ليه؟ انا بقالي هنا في المانيا سنتين، خلاص قفلناه مره بقى، مش هنقعد نقفله كل شويه. طب لا، مش عاجبني، لازم تقفل الحساب. وقامت طبعا لي الورقه اللي فيها القانون. القانون بيقول حساب بنكي مغلق او ضامن او منحه. تمام. طب ماشي، على عيني وعلى راسي القانون، محدش بيقفل حسابه خالص، محدش بيقفل حسابه في الدنيا كلها. كنت اضطر ان انا اقفل الحساب، ما كانتش فارقه معايا قوي يعني، لان هي كده كده فلوسي. يعني هناك هما بيخافوا لا انت حد يكون محول لك الفلوس دي تجدد الاقامه وتقوم مرجعها تاني. هي كانت فلوسي، وكان باين ان هي فلوسي والمعاملات اللي داخله واللي خارجه، باين ان هي من الشغل بتاعي يعني. بس ايه، مرضيه، هنراضي فيك كده شويه، لازم يعني ايه، الحوار ما يمشيش بسرعه، لازم مناكفه كده. حسن الحظ بس ان انا كان عندي المنحه اللي انا كنت واخدها من الجامعه، مع انها ما كانتش مبلغ كافي يعني، بس ديت مع الفلوس مع الشغل مش عارف ايه مشيت. تمام. الله اعلم بقى كانت ناويه تعمل ايه هي، هل هي كانت ناويه ترازيني كده شويه وبعدين تجدد لي عادي ولا لا؟ بس ما علينا. المهم يعني، ده الوضع في مكتب الاجانب، مناكفه. الصوره، مش عاجبنا الصوره. طب اروح اتصور واجي تاني؟ لا لا لا، خلاص انا ممكن اخد سكان من الاقامه اللي قبل كده واحطه لك في الاقامه الجديده وخلاص. طب ما كمل الاول. لا، مناكفه، مرضيه وخلاص. بس في مكاتب الاجانب اللي زي كده الحوار بيخلص، الحوار بيخلص في الاخر، والحاجه اللي انت عايزها بتخلص، بتجدد اقامتك والدنيا بتسلك يعني. في بقى النوع الاخير من مكاتب الاجانب، وده بقى اكبر كارثه فيهم، دي بقى المدن الكبيره قوي. تمام، اللي هي زحمه ويعني فيها اجانب كتير والدنيا ايه عشوائيه خالص. اتكلم بقى في برلين ميونخ فرانكفورت والقصص دي. الناس دي بقى المدن دي ما عندهاش مكتب اجانب اصلا، يعني في كونسبت بتاع مكتب الاجانب بس ما فيش مبنى كده تقدر تروح له وتستفسر عن حياتك او تستفسر عن حاجه. لو رحت للمبنى بتاع مكتب اجانب يقول لك معاك ميعاد؟ لا معاكش ميعاد، لا والله ما تقدرش تخش. طب انا جاي عشان احجز ميعاد اصلا، لا مش هندخلك غير بميعاد. يعني الكونسبت بتاع مكتب الاجانب موجود، بس لو رحت بقى المبنى بتاع مكتب الاجانب ده مش هتعرف تخش اصلا. طيب هتصل بيه، محدش بيرد. الحل اللي قدامك ايه بقى؟ الحل انك تبعت ايميل وتستنى بقى هم يردوا عليك. هيردوا عليك امتى بقى؟ معاك من 3 اسابيع لغايه مثلا 9 شهور. قشطه، عادي. يعني انا اعرف ناس معاها البلو كارد او اللي هي الاقامه بتاعه العمل، وعايزين بقى يحولوها لاقامه دايمه عشان ما يضطروش يتعاملوا مع مكتب الاجانب تاني. جميل. فالطبيعي المفروض تروح تحجز ميعاد وتوري الدوكيومنتس بتاعتك وتجدد والدنيا بتمشي. في برلين بقى يا معلم، تاخد ايميل. تمام. تبعت كل الورق بتاعك على الايميل ده وتستنى. تمام، تستنى قد ايه بقى؟ لغايه اما يحنوا عليك. يعني في ناس اعرفها بعتت الايميل بعدها باسبوعين على طول ردوا عليهم بميعاد بعدها باسبوع، الحوار كله 3 اسابيع. في ناس تانية بقى استنت 6 شهور وهم ردوا عليهم ادوهم ميعاد بعدها بشهرين 3. انت بتتكلم بقى في 9 شهور والدنيا ايه لسه ما خلصتش، لسه ايه بيقفلوا في الدنيا. وضع صعب جدا في المدن اللي زي دي. مش عارف انا متفاهم الحوار ده ولا لا. برلين زحمه 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 جدا، اجانب كتير جدا، العدد في الليمون، عشان مدينه كويسه وفيها شغل والدنيا حلوه يعني هناك. بس المفروض يعني يبقى عدد الناس اللي بتشتغل ريلاتيف لعدد الاجانب اللي موجوده، بحيث تقدر تخدم الناس دي كلها، مش تسيبهم ياكلوا في بعض كده. في ناس بقى بتروح للشركات تخلص لها الحاجات دي، محاميين يتواصلوا هم مع مكتب الاجانب عشان يعرفوا ياخدوا ميعاد ويسرعوا الاجراءات. كل انواع
الشنانجن زي ما بيقولوا والعشوائيه والكلام ده بيحصل في برلين، بس اللي بيخش برلين ما بيعرفش يطلع منها تاني. فهي انت مضطر انك تستحمل كل الكلام ده. فخلاصة الكلام، نصيحتي من الحوار يعني، آه، ما تخليش اول مكتب الاجانب طبعا السبب الرئيسي انهي مدينه هتروح لها، بس لو في مثلا مدينتين عاجبينك قوي وبالنسبه لك هما الاثنين زي بعض محتار هتروح انهي، بص على حاجه زي كده عشان ايه ما تقرفش. شوف المكتب الاجانب الكويس وروح هناك. لو بقى خلاص اضطريت ورحت المكتب اجانب وقرفك شويه، يعني ايه، على الهادي، اعرف ان هي شويه مرضيه ومناكفه كده، بس غالبا يعني بعد شويه معاناه الموضوع غالبا بيمشي. بس كده كفايه كلام عن المكتب الاجانب عشان الايه الضغط ما يعلاش. كان معاكم محمد جامع، ونشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.